تعالوا نشوف الحاجة الجميلة دي. طعمها تحفة وشكلها يا جماعة جميلة جدا وطعمها هايل جدا، وحاجة بقى بيتي مش عايزة اقول لكم يعني حاجة كده ايه فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. انا يعني مش قادرة ابطل فيها اكل بصراحة يعني. بصوا، توبنج من جوه المانجا يعني جميل جدا، وحاجة كده انت عاملاها في البيت وحاجة اكس لارج يعني. تعالوا نشوف عملناها ازاي. هنا معانا 7 بيضات، هو المفروض 6 بس عشان البيض عندي كان صغير شوية فحطيت 7 بيضات بحرارة المطبخ. وطبعا هنا انا مستخدمة دي سبونج. دي سبونج ده بيبقى فيه كل حاجة. معانا هنا ربع كوباية مية ومعلقتين خل ضفتهم على المية وضفتهم مرة واحدة على البيض. هشغل هنا البيض يعني اديله كده لفتين وابدا اضيف نص كيلو دي سبونج. المقدار ده نص كيلو. بضيف كده بضيفهم دفعة واحدة وبحاول اقلب كده يعني عشان لما اشغل العجان ما يبهدليش الدنيا، يبقى امتزج شوية مع البيض. ابدأ هنا بشغل بقى العجان لحد ما يعمل فوم عالي جدا ويعلى، وانتوا هتشوفوا ده معايا. طبعا اللي عنده مضرب كهرباء يشتغل بيه عادي، بس هيشتغل بيه فترة اطول شوية عن العجان. انت هتشوفي ده يعني مش هقولك على طيب معين، انت هتشوفيه لوحدك اهو. بصي عامله زي ما يكون بتعملي مرنج اللي هو بيعلى سبونج فيه كل حاجه، فيه محسن وفي الفانيلا فيه كل حاجه. هعمل لكم برده مره بدقيق عادي من غير دقيق سبونج. هنا مجهزه القالب معايا 30 في 40 وعاملاه بورق زبده، وبرده مدياله دهنه عشان اضمن برده الورقه الزبده برده لاني كنت مغيره النوع، فقلت انا ادهنها وكده. احنا هنبقى مع بعض واحده واحده ومفيش حاجه هعملها يعني من ورا الكاميرا عشان تبقوا شايفين كل حاجه. هنا بحاول اساوي المقدار على قد ما تقدري سباتولا كده بالراحه واحده واحده، يعني يمين في شمال، وتلفي معاكي الصينيه عادي جدا ما فيهاش اي حاجه ولا تقلقي من اي حاجه. انا مش عايزه اقولك انا كنت عاملاها قبل كده، بس يعني برضو قلت اجربها معاكم كده ونشوف الدنيا بس طلعت نتيجة جميلة جدا والله يا جماعة، يعني الحمد لله. يعني انا شايفاها افضل كمان من بره يعني، واللي في البيت كمان. دخلتها هنا الفرن على درجة حرارة مسبقة وطلعتها زي ما انتم شايفين كده. هنا جاهز معايا التوبنج على ما ما السبونج يهدى شوية. جبت منجتين وضربتهم في الكبة بدون مية خالص، ومنجتين تانيين مكعبات دولت متفرزين يا جماعة مش فريش، وكيس جيلي مانجا. حطيت التوبنج مع نص كوبايه من الجيلي دوبتها وضفتها على النار، والمكعبات لسه وسايباها كده تاخد غلوتين على النار. هنا طلعت الكيكه وقلبتها قدام منكم خالص من غير برضو ما اشيل اللقطه ولا اي حاجه يعني اهو، وشلت ورقه الزبده اهي بكل سهوله جدا. تمام. انا قلبها على قاعده الصينيه نفس المقاس اللي انا دخلت بيها الفرن 30 في 40. هنا هبدأ اعدلها تاني على ورقة زبدة نفس المقاس اهي. تمام. عشان انا هحتاج هنا الوش عشان ابدأ اقشره. هجيب هنا بصوا هنا التوبنج ده غلوتين، هبدأ اضيف عليه مكعبات المانجا اهي. مكعبات بوريلكم اهي، وحطها على النار عشان انا مش عايزه الكاميرا تروح بعيد عنكم. هضيفها على الصوص اللي انا عملته كده اهي، ويدوب غلوه واحده عشان المكعبات ما تتهريش قوي. هنا جبت المنشار بتاع الحلويات وبدأت أشيل الوش، لأن الوش هنا بيبقى فيه الزفارة بتاعت البيض، بيبقى التركيز بتاعه في الوش بتاع الكيك ده اهو. بصوا خلاص أنا كده خلصت وبشيل آخر حتة. تمام. ولا تقلقوا ولا بصوا يعني ولا أي حاجة خالص، الموضوع يعني ممتع وجميل. جبت منشار بتاع الجاتوهات والتورتات، هنا الرجول بتاعتها تبقى مثبته بيها على الكاونتر، وببدا اروح واجي كده عشان طبعا هنا الكيكه بارده معانا عشان اقدر اعملها بطريقه متساويه اكتر من كده، من اني اجيب مثلا السكينه اللي هي المشرشره بتاعت الحلويات واعمل بيها. لا دي كده تبقى سهله بالنسبه لي ان انا جايباها بالظبط بنفس المقاس، بس اهم حاجه رجولها متثبته على الارضيه بتاعه الرخامه وهي اتشالت بكل سهوله. وهنا ابص عشان افصل بقى واشيلها بالراحه هتعمل
تجيبي كده ورقه زبده وتدخليها كده في النص ما بين الفصل اللي انت عملتيه، واحده واحده تروحي وتيجي كده عليها يمين في شمال يمين في شمال، ما تقلقيش حتى لو حته فتحت منك زي كده، وبرضه احنا مكملين، احنا هنحط عليها حاجات هتمسكها بين الطبقات وتبقى جميله جدا ولا تبان اي حاجه. احنا عاملينها في البيت لينا كده نجرب، وبعد كده نبقى نشوف مشروع ان احنا نطلعه بره ده. معاكم هنا اهو جميل جدا خالص ولا اي حاجه. هبدا هنا بقى اجيب ايه، اجيب شبكه عشان ايه اخدها كده عليها. انا بتعامل معاها بسيسها جدا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. هنا جبت الشبكه تمام، وهضيفها بقى واحطها كده بحيث ان انا احاول اشيلها ارفعها من على الجزء الاولاني اهو. انا معاكم خالص لحد الاخر، بصوا اهو رفعتها الحمد لله، تمت بحمد الله الحمد لله. وهنا حطيتها على هنا بقى سحبنا ورقة الزبدة وحطيته في طبق، ده الجزء الاولاني خلاص عشان نشتغل عليه. هنا هحضر الكريمة، معانا 300 جرام كريم شانتيه انا جايباه خام، معانا حطينا معلقتين سكر بودر ومعلقتين باستري كريم عشان اعزز اللون، ومعايا هنا معلقتين كريمة لباني. مش عايزه اقول لكم يا جماعه يعني خلت الطعم جميل جدا وتحفه وهايل جدا. ضربته لحد ما تماسك زي ما انتم شايفين كده على ايه بقى، مقدار ميه قد ايه. تقدري تقولي كده يعني ممكن تزودي بدل 300 جرام كريم شانتيه وحطينا بقى كام معلقه، يبقى تحطي 500 ميه.